في بداية فيلمنا النهاردة بنلاقي 2 ممرضات بينظفوا جثة واحد في المشرحة، بس بيلاقوا الإصابات اللي في جسم الجثة اتغيرت، وهم بيصوروا الإصابات بتحصل حاجة غريبة جدا والراجل بيفوق مرة واحدة. بنعرف بعد كده إن الراجل ده اسمه جوناس وإنه يتيم، ولأن مش معاه أي شهادة فآخره يشتغل في شغلانات غريبة زي النقاشة والحاجات دي علشان يدوب يكسب لقمة عيشه. والحاجة الوحيدة اللي مصبراه على كل ده هي البنت اللي بيقابلها اللي اسمها آنا اللي بتحبه جدا، ومكالماتهم هي اللي بتصبره على الهم اللي شايفه في حياته. وفي اليوم ده بعد ما بيخلص كلام مع حبيبته على الموبايل، جوناس بيحس فجأة بصداع جامد جدا، وبنعرف انه بقاله كتير بيعاني من المشكلة دي، واللي حلها الوحيد انه يرتاح شوية. فبيقرر يقعد في مكان على جنب يرتاح فيه زي ما بيعمل كالعادة، بس مرة واحدة بيلاقي السطح اللي فوقه بيقع، والعمال اللي في المكان بيتلموا حواليه على طول، وواحد من زمايله بيطلع موبايله وبيبقى هيتصل بالطوارئ علشان ينقذوا جوناس، بس المدير بيمنعه وبيقول لهم ان الرف اللي وقع ده حادثة خطيرة جدا وهيتحقق معاهم كلهم، وعلشان كده هيقفلوا المبنى علشان يفتشوا ويحققوا في اللي حصل. والمدير بيقول لهم انهم دلوقتي لازم الكل يرجعوا يكملوا شغل، لكن العمال بيترددوا، فالمدير بيقول لهم يرموا جثة جوناس في اي مكان على جنبه ويدفنوه، وكده كده هو ميت ومحدش هيهتم بيه غير حبيبته. وقبل ما يشيلوه جوناس بيرفع ايده فبيفهموا انه ما ماتش. وقتها زميله مش بيتحمل يشوفه وهو بيموت بالطريقة دي وبيتصل برقم الطوارئ، وبعدها الاسعاف بييجوا ياخدوا جوناس على المستشفى، بس هو وقتها بيكون هيموت خلاص. وبيكتشفوا ان جوناس عنده كسور كتير في الجمجمة وفي جسمه، وبيلاقوا انه مستحيل ينقذوه. وبعد ما بيبعتوا جثته على المشرحة هناك الممرضات بينظفوا الجروح، وبعدها بيصوروا الاصابات اللي في جسمه علشان يطلعوا شهادة الوفاة. وفي اللحظة دي بتحصل حاجة غريبة جدا، وجوناس اللي الكل اتأكد انه مات خلاص بيفوق وبيقوم مرة واحدة، والممرضات بيترعبوا لدرجة انهم ما بيبقوش عارفين هم المفروض يعملوا ايه دلوقتي. بس حتى وهم مرعوبين بيحاولوا يساعدوا جوناس ويكشفوا عليه، لكن هو بعد ما بيفوق بيبقى كأنه اتجنن، وكل اللي بيفكر فيه هو انه يهرب من هناك. فبيطلع يجري في المشرحة، والحراس لما بيشوفوه بيحاولوا يوقفوه. وجوناس اللي كان عنده كسور في اماكن كتير في جسمه بقى دلوقتي يتحرك وبيعدي كمان من الامن بكل سهوله، وبينط من بلكونه المستشفى وبيهرب من هناك. وبعدين بيجري لحد ما بيوصل للكوخ اللي مأجره، وبيقعد يدور على اي حاجه قدامه ياكلها بطريقه هستيريه. ولما بيلاقي ان مفيش اكل بني ادمين قدامه بياكل اكل القطه اللي في الثلاجه، ومش بيسيب حاجه في البيت الا لما بيبلعها. وبعدين بيطلع المنظفات اللي في الدولاب وبيشربها هي كمان ولا كانه بيشرب ميه. بس بعد كل ده بيكون لسه ما اكتفاش، وبيفتح علبه مسحوق الغسيل وبياكلها وكانها سكر بودره، وده بيخلي بقه يتملي صابون. وقتها جوناس بيحس انه بقى احسن، ولما بيبص على المرايه بيبقى مش فاهم هو ايه اللي حصل له، وكل اللي هو فاكره انه دخل اوضه العمليات وبعدين سمع الدكتور وهو بيعلن عن وفاته، ولما فاق لقى نفسه بياكل مسحوق الغسيل. وفي الناحيه الثانيه موضوع ان جوناس بيفوق بعد ما مات ده بيقلق الناس، وبنلاقي منظمه غامضه بيتفرجوا على صور جوناس وباين عليهم انهم بيخططوا لحاجه كده. وبعد ما بيفكر شويه جوناس بيقرر يروح لحبيبته آنا وبيطلب منها تعرف له ايه اللي حصل له بالظبط، بما انها كانت بتشتغل في المستشفى دي كممرضه، وبكده فهي هتقدر تعرف عنه معلومات وقت ما كان موجود في المستشفى. بس لما آنا بتسمع ان جوناس رجع يعيش فجأة ما بتبقاش مصدقه، وهو نفسه اصلا بيكون عارف انه صعب يقنع حبيبته بالكلام ده. فبيوريها مكان الخبطه والتعويره اللي في دماغه، لكن بيلاقي ان في اقل من يوم الاصابات اللي في جسمه خفت لوحدها. وفي اللحظه دي آنا بتضطر تصدق ان في معجزات لسه بتحصل في العالم ده. وعلى حسب كلام جوناس الدكتور لما اعلن وفاته هو كان فايق وكل الموضوع بس انه كان تعبان مش اكتر. وآنا علشان تفهم ايه اللي حصل بالظبط لحبيبها بتقرر ترجع المستشفى علشان تعرف الحكايه، والبطاقه اللي معاها بتساعدها تدخل كموظفه في المستشفى، وبتوصل لشهاده كشف الحاله اللي الدكتور كتبها. وبعدين بتجري على بيت حبيبها وهي ما عندهاش فكره انه بيواجه موقف خطير جدا في اللحظه دي. بعد شويه بنشوف راجل لابس اسود وشكله غامض بيدخل بيت جوناس، واول ما بيشوفه بيطلع الساطور اللي معاه وبيبدا يهاجمه. بس لحسن الحظ جوناس بيتصرف بسرعه وبيوقف الرف اللي جنبه وبيسد الطريق قدام الراجل الغامض ده مؤقتا، وبعدين بيجري على اوضه تانية على طول. بس القاتل بيفضل يطارده وهو قريب منه، فجوناس بياخد الكرسي وبيهجم عليه. ومع ان جوناس كان ميت من كام ساعه بس جسمه بيبقى قوي وبيساعده يواجه الراجل ده. وبعدها جوناس بيستغل الفرصه وبيضرب القاتل ده جامد جدا، وبيجري بسرعه من المكان قبل ما القاتل ده يقوم. ولما القاتل بيقوم وبيرجع يطارده جوناس بيكون نزل على السلالم، بس لانه بيعدي الطريق وهو بيجري بسرعه مش بياخد باله من العربيه اللي جايه وبيتخبط. ولما القاتل بيلاقي ان في حد مع جوناس بيضطر يسيبه وقتها، وجوناس كمان بيركب العربيه بتاعه البنت وبيجري بيها. وبعد شويه جوناس بيخلص من الراجل ده اخيرا وبيقف بالعربيه علشان يرتاح شويه، وبيكون مش فاهم هو مين الشخص ده وليه هو عايز يموته. بعدها جوناس بيقرر يدور على فرصه يرجع بيها العربيه لصاحبتها، بس سرقه العربيه دي هي اللي انقذت حياته. وبنكتشف هنا ان كل ده ما كانش صدفه، وبنعرف ان البنت دي تبع منظمه سريه وبعتنها علشان تاخد بالها من جوناس. وسرقه جوناس للعربيه خلاها ما تعرفش تنفذ المهمه بشكل كويس. وبعد ما بتوصل المخبأ بتقلع التنكر بتاعها، وبنعرف انها اجلت مهمه انها تمسك جوناس دي لبعدين. وفي الناحيه الثانيه آنا بتاخد
وبتاخد معاها سجلات جوناس بتاعة المستشفى. واول ما بتوصل شقة حبيبها بتلاقي مية كتير جدا خارجة من تحت الباب، وطبعا المنظر ده بيخليها تقلق جدا، فبتفتح الباب وبتلاقي المكان متبهدل على الاخر وفي مية في كل مكان. ولما بتبص حواليها ومش بتلاقي حبيبها خالص بتطمن شوية، بس بعدين بتلاقي علبة هدية موجودة على الترابيزة، وبكده بتفهم ان حبيبها كان هنا من شوية. فانا بتستغرب اكتر وما بتبقاش فاهمة ايه اللي حصل بالظبط، وطبعا مش بتفهم اي حاجة، فبتقرر ترجع المستشفى علشان عارفة ان لو جوناس عايز يوصل لها هيجي لها على هناك. وبيطلع عندها حق، وجوناس بيكون مستنيها فعلا في المستشفى. ولما بيشوف حبيبته بيروح يتكلم معاها وبيحكي لها ان في حد غريب حاول يهاجمه من شوية وكان لابس اسود، بس مش بيركز معاها قوي لان مرة واحدة بيلاقي ان الصداع اللي كان بيضايقه من وقت ما كان طفل اختفى من وقت ما وقع من المبنى ده. غير ان جوناس حاسس دلوقتي ان جسمه بقى اقوى من الاول، وحاسس انه فايق ومصحصح كده من ساعة ما رجع للحياة من تاني. بس انا بتفهم ان في حاجة غلط ومش بترتاح لكل ده، وبتقترح عليه انه يعمل اشعة على المخ علشان يتاكدوا ان الجرح اللي في راسه ده خف فعلا، لان في اعراض كتيرة من اللي جوناس وصفها دي شبه اعراض مرض خطير. ولما بتفكر في موضوع ان في شخص غريب حاول يهاجمه قبل كده بتاخده يستخبى في المخزن وبتجهز له علشان يعمل اشعة على المخ. وبعد شوية انا بترجع من تاني وبتجيب له لبس من المستشفى وكرسي متحرك علشان يعرف يتنكر على انه مريض، وبتاخده وبيخرجوا من المخزن وبيروحوا لأوضة الاشعة. وهناك جوناس بيلاقي ان في خطوط غريبة كده حوالين الجهاز، ولما بيقول لأنا بتقول له انها مش شايفة اي حاجة، وجوناس ما بيبقاش متأكد ان الحاجات دي هي اللي رجعته يعيش. بعد شوية انا بترجع بنتائج التحاليل وبتقول له ان مخه طبيعي وما فيهوش اي مشاكل، بس بتلاقي ان النتائج ان جوناس كان عامل عملية زي دي من زمان وفي ندبة قديمة عنده، وبتلاقي كمان تفاعلات معدن موجودة في راسه وهي مش قادرة تحدد دول عبارة عن ايه بالظبط، لكن هي متأكدة انها مش حاجة طبيعية، والظاهر كده ان في حد زرعها في راسه. وجوناس لما بيسمع تحليلات حبيبته بياخد المعلومات دي وبيبص على السجلات بنفسه، وبيعرف ان الدكتور وهو بيحاول ينقذه اكتشف ان في شريحة غريبة في راسه فطلعها من راسه. واللحظة كده بيحس انه افتكر حاجة وبيقول لأنا على طول تاخده للمكان اللي فيه الشريحة الغامضة دي علشان هو شاكك ان هي اللي خلته يرجع يعيش من تاني. فأنا بتاخده بيروحوا للمكان اللي بيخزنوا فيه الفضلات الطبية وبيلاقوا الكيس اللي فيه بواقي العملية، وهما بيدوروا بيلاقوا الشريحة الغامضة دي وبتبقى شبه الجهاز الإلكتروني. وأنا كمان بتلاحظ ان في رمز غريب محفور عليها، ومع انها عمرها ما شافته قبل كده بس بتكون متفائلة جدا وشايفة انهم ممكن يبدأوا يدوروا على الرمز ده ويحققوا في الموضوع على الأقل علشان يعرفوا الحاجة دي عبارة عن ايه بالظبط. بس قبل ما يبدأوا تحقيق بتحصل حادثة جديدة مرة واحدة اول ما الاتنين بيخرجوا من الأوضة، وبيتفاجئوا لما بيلاقوا 3 ضباط رافعين عليهم الأسلحة ومثبتينهم وعايزين يقبضوا عليهم، وبيستغربوا جدا من اللي بيحصل ده. وهنا الشخص الغامض اللي لابس اسود بيجي مرة تانية، وفي الأول جوناس بيفتكروا جاي يساعد البوليس يقبضوا عليه، بس بيلاقيه بيقتل واحدة من البوليس وبعدين بيهاجم باقي الضباط. واللحظة المشهد بيبقى فوضوي جدا ومحدش فاهم أي حاجة، وجوناس بياخد حبيبته بسرعة وبيساعدها تهرب وبيسندها علشان تنط من فوق السور الحديد، بس قبل ما ينط وراها بيلاقي الشخص الغامض ده جه وراهم. فجوناس بيجري، ولما بيلاقي الشخص ده هيبدأ يطارد أنا بيركب عربية علشان يخبطه ويقتله. بس في اللحظة دي بتحصل حاجة غريبة جدا، وبيلاقي واحدة جاية بعربية بتخبط هي الراجل الغامض ده، وجوناس لما بيشوفها بيفتكرها على طول وبيعرف إنها نفس الواحدة اللي خبطته بالعربية وسرق عربيتها منها. فبيفهم أخيرا إن ظهور الحزب التاني ده قدام بيته ما كانش مجرد صدفة، وبيكون فاكر إنها واقفة في صفه، بس بيلاقيها بتهجم عليه وجوناس مش بيلحق يدافع عن نفسه وبيفقد وعيه على طول. والست دي بتاخده معاها في العربية، وأنا بتبقى واقفة تتفرج على كل اللي بيحصل ده من ورا السور، وبتبقى متوترة جدا بس واقفة تتفرج وهي مش عارفة تعمل أي حاجة، وبتكون شايفة حبيبها بيتخطف في العربية قدام عينيها. بعد شوية الست بتوصل جوناس لقاعدة سرية كده، وأول ما بتوصل ناس تبعها بياخدوا جوناس من العربية وبينقلوه لأوضة معينة وبيكتفوه على جهاز معين. وقتها جوناس بيحس بحاجة غريبة في قلبه، وبعدها على طول بنشوف حد بيدوس على زرار وجوناس بيحس بكهرباء في الجهاز بس بيقدر يفك نفسه. وقتها المشرف بيدوس على زرار الإنذار اللي جنبه، وأول ما صوت الإنذار بيشتغل بيلاقوا كل الممرات اللي في المبنى بتتقفل ببوابات حديد، لكن كل الحاجات دي بتبقى ملهاش أي لازمة قصاد جوناس. بيوصل بعد كده عند ممر وبيكسر البوابة الحديد، والست اللي خطفته بتجري وراه ولكن مش بتلحق توقفه وبتتفرج عليه من بعيد وبس، وبتشوفه وهو بيدخل من الممر وبيهرب. بس الناس الغامضة دي بيطلعوا متوقعين ان ده يحصل وبيقفلوا مخرج الممر بسرعة، بس بيستهونوا بقوة جوناس واللي اول ما بيمسك القفل بيتكسر في ايده. لكن بسبب العقبات اللي قابلته في الطريق الست الغامضة دي بتقدر انها توصل له، وهنا جوناس بيستوعب هو قوي قد ايه، فمش بيخاف من الست دي، بس اللي الست بتقوله له بيخليه يتجمد مكانه، وبتقول له انهم كلهم ناس عندهم قوة خارقة وانهم ما خطفوش جوناس علشان يأذوه، وانهم عملوا كده علشان يحفزوا الطاقة اللي في جسمه. لكن جوناس مش بيصدق كلام الست دي وبيهرب بسرعة من هناك، وبيقرر يروح يحقق في الموضوع ده لوحده. بعدها بيرجع البيت اللي كان عايش فيه وبيمسك السجلات القديمة وبيلاقي ملف فيه معلومات عنه، وبيعرف منها انه اتبعت على القاعدة دي وقت ما كان عنده 2 سنين، ووقتها عمل
عمل عملية بسبب مرض كان عنده، ولما بيفتكر الشريحة اللي كانت في راسه بيستنتج انها اتزرعت في راسه في الوقت ده، بس السجلات دي مش مكتوب فيها ليه العملية دي اتعملت على طفل عنده 2 سنين. ولو عايز يفهم كل ده فهو محتاج يدور على الناس اللي كانوا موجودين وقتها علشان يحقق، ولحسن الحظ بيلاقي امضة الجراح على الاوراق. بعدها على طول بيتصل بحبيبته انا وبيطلب منها تعرف له معلومات اكتر عن الدكتور ده، فانا بتدور على اسم الدكتور على كمبيوتر المستشفى وبتلاقيه وبتبعت عنوانه الحالي لجوناس. وبعد ما بيوصل لعنوان الهدف بتاعه بيستعد علشان يتحرك، بس انا بتكون قلقانه وبتقرر تروح معاه، لكن الاتنين مش بياخدوا بالهم ان في مجموعه ثالثه بيراقبوا كل حركه بيعملوها، وده لان البوليس عرف بوفاه ال3 ضباط اللي اتقتلوا، ولما حققوا في مسرح الجريمه ما قدروش يحددوا هويه القاتل الغامض اللي كان لابس اسود ده، لكن كاميرات المراقبه بتكون لقطت وشوش جوناس وانا، وعلشان كده البوليس بيتعامل معاهم على انهم مشتبه فيهم. وفي الناحيه الثانيه جوناس بيكون وصل للمكان ومش بيستنى انا وبيروح للدكتور علشان يساله عن اللي حصل، وبعد ما بيقابله بيعرف منه معلومات بخصوص العمليه اللي عملها له زمان، وبيساله كل الاسئله اللي مش لاقي لها اي اجابه. فالدكتور بيحكي له كل اللي حصل، وبيحكي له ان لما جوناس كان هيتبعت على دار الايتام لقوه بيعاني من مرض غريب جدا محدش شافه قبل كده، ومعدل نموه وطاقته الجسديه بتعدي مستوى الناس الطبيعيين، بس بسبب المعدل الزايد عن اللزوم عظمه ما كانش قادر يستحمل، وعلشان كده جوناس كان حاسس بوجع في جسمه كله. والدكتور عمره ما شاف حاله غريبه زي دي وحاول معاه بكل الطرق، بس برضه ما كانش بيلاقي اي اثر. وقتها في شخص غامض لقى الدكتور وجاب له حل ووعده انه يقدر يعالج جوناس، والشخص ده قال له وقتها انها طريقه علاج جديده ومفيش ناس كتير تعرفها، وانه برساله توصيه منه جوناس هيقدر يتعالج، بس العمليه دي لازم تفضل سريه. فالدكتور قعد يفكر كتير لحد ما اخيرا وافق. وبعدها لما اتعرف على الشخص الغامض ده الدكتور اكتشف ان في عياده غامضه، وبالعلاج اللي جوناس اتعالجه في العياده دي المرض بتاعه اختفى. ولما جوناس بيسمع القصه دي من الدكتور بيساله على طول اذا كان فاكر مكان العياده، بس ذكريات الدكتور بتكون باهته جدا ومش بيقدر حتى يفتكر اسم الجراح. والحاجه الوحيده اللي تقدر تثبت كلام الدكتور هو اتفاق السريه اللي مضى عليه. ولما الدكتور بيقوم يدور على الورقه دي جوناس بيقف يستناه في الاوضه، ولما بيبص من الشباك بيلاقي عربيات سودة غريبه مركونه تحت شقه الدكتور. وفي الاول جوناس مش بيركز مع العربيات دي لانه في النهايه ناس كتير بتركن عربياتها هنا، بس لما بيلاقي ناس غامضه لابسين اسود ونازلين من العربيه جوناس بيشك في الموضوع ده، وبيلاقي الناس دول طالعين الشقه اللي في وشهم. وقبل ما جوناس يعمل اي حاجه الرجاله بيهجموا عليه، ومع انه اقوى بكتير من الناس العاديه لكنه بيلاقي ان الرصاص اللي الرجاله استخدموه ده مش رصاص عادي، فبيعاني للحظه كده وبيفقد وعيه، والدكتور بيموت وسط كل ضرب النار ده. ولما جوناس بيفوق بعدها بيلاقي نفسه في اوضه وبيفهم ان في حد انقذه بس مفيش حد موجود معاه، فبيقوم يبص حواليه لحد ما بيلاقي واحده على السطح بتقول له ان اسمها لياندر، وهي كمان عندها قوه خارقه وبتطلع هي اللي انقذت جوناس. وعلى حسب كلامها موقف جوناس يعتبر حاله نادره بين الناس اللي عندهم قوه خارقه برضه، وانهم مسمينه هايدر وعنده جسم اقوى من جسم الناس العاديه. والاهم من كل ده انه بيتاثر بالتعديلات الفيزيائيه، وبمساعده لياندر جوناس بيبدا يفعل قوته الخارقه. والاول مره الخيوط الغريبه اللي كانت باينه انها ما بين الحقيقه والخيال بتطلع على حسب كلام لياندر انها خيوط معلومات وتدفق الطاقه. وتفسير لياندر بيكون مختصر جدا لدرجه ان جوناس مش بيفهم اي حاجه منها ولا بيعرف القدرات دي بتعمل ايه بالظبط. ولياندر علشان تخليه يحس بقدراته اكتر بتاخده المكان سري وبيلاقوا هناك ناس مستنيينهم. ولما لياندر بتقول لجوناس يفعل قوته ويبص على الباب اللي قدامه جوناس ما بيبقاش فاهم حاجه بس بيعمل زي ما بتقول له، فبيلاقي خيوط المعلومات حواليه وبتعمل زي شبكه كبيره كده على الحيطه، وجوناس بيلاقي ان في باب تحت الشبكه دي وبيفهم المعلومات والمبادئ على طول، وانهم هم اللي سادين معلومات الباب ده علشان الناس التانية ما تقدرش تشوف ولا تحس بوجود الباب ده. وجوناس بقدراته بيقدر يعدي من شبكه الطاقه وبيلمس أكرة الباب، واول ما بيتفتح بيلاقوا اوضه كبيره وجواها مخزن كده ومليان صناديق، والصناديق دي هي اللي لياندر والناس اللي معاها كانوا عايزين يوصلوا لها من البدايه. فبيدخلوا الاوضه وبيحملوا الصناديق دي، وفي اللحظه دي جوناس بياخد باله ان في نمط غريب كده مرسوم على واحده من الصناديق، فبيفهم على طول ان ده نفس النمط اللي بيقولوا عليه انه المركب الالكتروني. وجوناس بيخمن انه اكيد في معلومات ليها علاقه بيه في الصندوق ده، فبيطلع الصندوق. وفي المشهد اللي بعد كده جوناس ولياندر والباقي بيرجعوا للقاعده، وبنعرف ان الصناديق اللي شايلينها دي فيها انتيكات كتير باسعار خرافيه، ومفيش غير صندوق جوناس بس هو اللي فيه اوراق. لكن مش بيفقد الامل، بالعكس ده بيخليه يقتنع اكتر ان الصندوق ده فيه حاجات ليه علاقه بيه. وقبل ما يقرا الاوراق بيلاقي شخص غامض ظهر قدامه، فبيتوتر بس بعدين بيلاقيها الست اللي خطفته قبل كده، وهنا بيتاكد ان كل اللي قالته له كان صح، فوقتها بس بيوافق انه يتكلم معاها.
وبعدين الاتنين بيركبوا العربيه والست بتقول له ان اسمها اد وانها محققه عندها قوه خارقه هي كمان، وكانت مسؤوله عن التحقيق في الجرائم اللي الناس اللي عندهم قوه خارقه عملوها، وده لان قدراتها عباره عن انها تحسن حواسها وتحقق. وعلى حسب كلامها بنعرف ان من مده في طفل مات بطريقه وحشيه، ومن اللي شافته بتقول ان اللي عمل كده يبقى هايدر برضه، لان سلاله الهايدر مميزين جدا وعاملين زي الفطريات وبيمتصوا الادرينالين بمعدلات منتظمه. وبعد ما المنظمه اللي مسؤولين عن الهايدرز بيعرفوا بالموضوع ده بيعينوا ايد علشان تحقق في الموضوع، وهي لقت ان جوناس هرب يومها بسرعه من المستشفى في نفس اليوم اللي حصلت فيه الحادثه، وعلشان كده هي كانت بتطرده. وجوناس بيبقى مش عارف يعمل ايه بخصوص الموضوع ده، وبيقول لها انها مجرد صدفه، بس بيقول لها انه معاه دليل يثبت بيه انه مش هو القاتل. ولما ايد بتبص على الصور اللي بيديها لها بتعرف انه اتبعت على المستشفى علشان وقع يومها من على مبنى، وبعد كده قوته رجعت له. وبعد ما الدكتور شال له الشريحه الغامضه اللي كانت مزروعه في راسه، ايد بتبص على صوره الشريحه الغامضه دي وبتسرح شويه، وبعدين بتقول لجوناس انها هي الوحيده اللي تقدر تشيل الشك من عليه دلوقتي، وعلشان كده هو حالا محتاج يتعاون مع ايد. وفي اللحظه دي مساعد ايد اللي متنكر على انه شحات بيجي، ولما بتبقى هتسلم عليه بتلاقي عربيه بتقف فجاه جنب الراجل ده، وقبل ما تلحق تعمل اي رد فعل بتلاقي رجاله نازلين من العربيه دي وبيخطفوا الشحات. فجوناس بيجري وراهم على طول وبيتشعلق في ظهر العربيه، وبعدين بيروح وراهم مبنى غامض كده، وجوناس بيقف يتفرج على الناس دول وهم داخلين المبنى وبيدخل وراهم، بس اول ما بيدخل بيتصدم لانه بيلاقي نفس الرمز اللي لقاه على الشريحه، فبيفهم ان ده مخبأ العدو وبيتحرك بحذر شديد في المبنى. ولما بيبص من فتحه الباب بيلاقي ناس جوه، وبيلاقي واحد لابس لبس دكتور وبيستعد علشان يعمل عمليه للراجل الشحات ده، وجوناس بيكون متاكد ان مفيش غير عدو واحد بس. وقبل ما الدكتور يعمل اي حاجه بيلاقي نفسه بيتهاجم وبيقع على الارض، فجوناس بيستغل الفرصه وبيفك الراجل الشحات وبيحقق مع الدكتور، لكن بيعرف منه ان هي دي العياده السريه اللي عملوا له فيها العمليه وهو طفل. وهو بيحقق معاه بيعرف من الدكتور معلومات تانية، واللي بيقول له ان الوجع اللي كان حاسس بيه في ظهره وقتها ما كانش عادي، وانه اصلا مرض نادر هو ورثه من ابوه، وانه يقدر يخبي قدرات الهايدرز في جسمه عن طريق انه يزرع جهاز يخلصه من الوجع ده. والمميز في المرض ده هو ان المريض يقدر يمتص الادرينالين بتاع حد يقرب له والا هيموت بسرعه. ولما جوناس بيسمع ده بيتصدم وبيستوعب حاجه مهمه، وبيفتكر ان ايد قالت له ان الاخويه بعتنها علشان تحقق في الموضوع، لكن ما قالتلوش اي حاجه عن العصابه اللي بتقتل. وقتها جوناس بيفهم انهم اتبعتوا من طرف ابوه، وجانب منهم كانوا عايزين يمسكوه ويمتصوا الادرينالين بتاعه، لكن يا ترى هو هيلاقي ابوه فين دلوقتي؟ وهنا الدكتور بيقول له انه كان في مواصفات تانية للمرض النادر ده واللي بيعمل وحمه وراثه على الجسم. فجوناس بيوري له الوحمه الكبيره اللي على جسمه، والدكتور بيقول له انها علامه على انه ورث نفس المرض. وبالدليل ده جوناس اخيرا بيلاقي الطريقه اللي هيعرف يجيب بيها ابوه، بس الموضوع بيبقى اسرع مما كان فاكر، لانه بعد ما الراجل الشحات بيشوف الوحمه بيقول انه شاف نفس العلامه دي على ملازم في الجيش، والسن بتاعه قريب من السن اللي جوناس بيقول عليه. وبعد ما بيعرف المعلومات دي جوناس بياخد الراجل الشحات وبيروح يدور على ابوه، بس اول ما بيخرجوا من المبنى بيلاقوا جثث في كل مكان، وبيلاقوا ايد كمان مصابه وواقعه على الارض. ولما جوناس بيقرب علشان يطمن وقتها ايد بتبقى هتموت، وبتقول لجوناس ياخد الصوره اللي في جيبها ويدور على واحد اسمه بيرج، لان الشخص ده هيساعده يكمل تحقيق. وبعدها على طول للاسف بتموت. بعد كده جوناس بيقول للراجل الشحات يبعت ايد على المستشفى، وبيروح هو يدور على بيرج ده، وبعد ما بيلاقيه وبيواجهه بيرج بيطلع البوم صور فيه صور كل الضباط اللي ماتوا في الحرب اللي الشحات قال عليها، والراجل بيوري له صوره ابوه. فجوناس مش بيقدر يمسك نفسه لانه بيلاقي باباه اللي عمره ما قابله قبل كده، وبيكتشف كمان ان هو العقل المدبر اللي عايز يخلص عليه. بعدين بيعرف ان الشخص ده هو ابو الولد اللي اتقتل في المستشفى برضه، وده بيأكد له ان الراجل ده هو اللي عايز يموته فعلا. وجوناس وهو بيدور على الراجل بيروح المستشفى يزور ايد، لكن بيلاقيها خفت وبقت كويسه. وقتها بيخمن ان بما انها محققه فعندها قوه خارقه، فهي اكيد عندها معلومات بخصوص الراجل ده. ولما بيتاكد ان هي دي الحقيقه فعلا جوناس بيطلب منها تتصل بيه، وهو بيستغل الفرصه وبيشغل قوته الخارقه علشان يمشي ورا الاشاره بالموبايل وبيوصل للمخبأ بتاع ابوه. وبكده الاب وابنه بيتقابلوا اخيرا، لكن جوناس مش بيتاثر وبيبقى حاسس ناحيته بكره بس، ومش فاهم ليه ابوه فجاه بعت ناس تقتله بعد كل السنين دي. والراجل بيقول له ان ده بس علشان مصلحته. ولما جوناس بيشوف قد ايه ابوه ده اناني مش بيتردد نهائي وبيبدا يواجهه، وايد بتعتمد على حاسه السمع بتاعتها وبتسمع صوت عياط طفل، فبتطلع لفوق وبتلاقي رجاله لابسين اسود واقفين حوالين الطفل وبيعملوا طقوس غريبه جدا. ومع انها مش فاهمه حاجه بس طبعا بتستنتج انهم بيعملوا حاجه شمال، فبتاخد الطفل من على الارض بسرعه وهم مش واخدين بالهم، بس اول ما بيشوفوها بيجروا وراها. وفي الناحيه الثانيه جوناس بيبقى بيواجه ابوه وبيسمع صوت صريخ ايد، فبيسيب ابوه وبيطلع لفوق. وفي اللحظه دي ايد بتتزنق والرجاله اللي لابسين
لابسين اسود دول بيحاصروها، ولانها مش حافظه المكان بتبقى هتتمسك، فبتبص على الشباك وبتقرر تنط، وجوناس وقتها بيتمسك والرجاله بيكتفوه. لكن لحسن الحظ الارتفاع ما بيكونش عالي، وبما انها عندها قوه خارقه فمش بتتصاب وبتهرب من الرجاله دول. وفي الناحيه الثانيه الرجاله بعد ما بيلاقوا ان الطقوس فشلت بيسيبوا جوناس وبيهربوا، بس رجاله الراجل الشرير مش بيستسلموا بكل سهوله كده. وبعد فتره بنلاقي رجاله لابسين اسود متجمعين في اوضه ومحدش بيكون عارف هم بيخططوا لايه بالظبط. ولحد هنا بتنتهي احداث فيلمنا النهارده. استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديده. سلام.